هو ليه لما تيجي تبدأ في أي حاجة أول نصيحة تسمعها يقول لك داري على شمعتك علشان تقيد؟ طب وهل ده بقى عشان الحسد ولا حاجة تانية ولا الحسد وحاجة تانية؟ بقول لك إيه، ما تيجي بقى أحكي لك. زمان كان في قرية فيها محل خياط وجنبيه محل جزار. الجزار متعود من يوم للتاني بيذبح ويتجمع الفقراء ويوزع عليهم اللحمة كلها وما يتبقاش منها حاجة خالص، والخياط ما بيساعدش حد نهائي. فاشتهر في القرية الخياط بالبخل والجزار بالكرم. وبعد كام يوم الخياط يتعب ويقفل المحل بتاعه ومحدش يسأل عنه نهائي، والجزار مستمر في اللي بيعمله. كل كام يوم يذبح، يتجمع الفقراء، يوزع عليهم اللحمه كلها وما يتبقاش منها حاجه خالص. وبعد كام يوم الخياط يتوفى والجزار مستمر في اللي بيعمله، يذبح، يتجمع الفقراء، بس المره دي هيعرض اللحمه للبيع ومش هيوزع عليهم حاجه خالص. فالفقراء يستغربوا جدا ويسالوه هو انت ليه اتغيرت؟ فيقول لهم انا ما اتغيرتش ولا حاجه، انا زي ما انا، ولكن اللي كان بيدفع ثمن اللحمه هو الخياط الله يرحمه. وهنا بقى احد الفقراء قال المثل اللي احنا بنسمعه لحد دلوقتي: داري على شمعتك علشان تقيد. ويقصد طبعا الخياط انه داري على الفلوس اللي معاه عشان محدش يحسده، وكمان كان بيعمل خير وبيداري عليه عشان محدش يمدحه. وهنا بقى يدخل في مشكله الرياء، وبدل ما ياخد حسنات ياخد سيئات، واللي شال الحسد كله الجزار البخيل. بس كده، السلام عليكم.